الاخوان السلام عليكم. شوفوا معنا هذا الفيديو هذا الاخوان ونرجعوا نعلقوا عليه. كيف ما شفتوا الاخوان، حنا في 2025 ومازال هاد المظاهر ديال التخلف كتمارس في بلادنا وتحت الانظار ديال السلطات. والمشكل الكبير هو ان تيربطوا هاد الشيء بالدين، هو راه لا علاقه له بالدين لا من قريب ولا من بعيد. هاد الشيء راه تيوقع في سيدي علي بن حمدوش كل سنه في الايام ديال عيد المولد النبوي. واش دابا هذا هو الاحتفال بالعيد المولد النبوي؟ دابا هذا دين؟ هذا هادشي راه ما انزل الله به من سلطان، ما عنده حتى شي علاقه بالدين، كلها مظاهر ديال التخلف. وداك الشيء اللي سمعنا تيتمارس في هذا الموسم هذا راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه لا شك انكم سمعتوا الفيديوهات المتداوله هاد الايام، داك الشيء اللي تيديروا في هاد الشيء في هاد الموسم هذا. يعني داك الشيء ديال التخلف تيجمع مجموعه من المثليين، تيجمعوهم تما. راه شفنا الاشكال ديالهم كلهم اللي تيتجمعوا تما، كلهم مثليين خانزين موسخين، وتيمارسوا داك الشيء باسم الدين وبان راه داك الشيء اللي تيديروا راه مزيان. وشنو تيتمارس؟ السحر والشعوذه، كله سحر وشعوذه. راه المفروض الدوله تحارب هذا الشيء هذا، لان هذا الشيء هذا راه ماشي ديال المغرب وماشي ديال المغاربه وماشي ديال المغرب اللي كنعيشوا حاليا. الناس كتقدم وكتزيد للقدام وحنا كنرجعوا للور. راه كتشوف هذاك الشيء راه لا حول ولا قوه الا بالله. كتقول فين عايشين حنايا؟ واش حنا عايشين في بلاد فيها نظام وفيها قانون؟ هادشي راه ما خصوش يتمارس في البلاد. الدوله هي الاولى خصها تحارب هذا الشيء هذا، ماشي خص المواطنين هما اللي ينوضوا يهضروا. هادشي راه ما خصوش يكون. هاد الصوره هذه الخايبه ما خصهاش تكون في بلادنا، ما خصهاش تكون، ما خصهاش تكرر. خاص الدوله تحارب هذا الشيء هذا، تعطي واحد الصوره نقيه على بلادنا، صوره حضاريه. اما هذه الصوره ديال التخلف، شعوذه وسحر وسخ وعفن، لا حول ولا قوه الا بالله.